مرحبا. ضيفي صحافي ومراسل على قناة الجديد. بالمقرات ننطر منه الأخبار السياسية، وبالشوارع هو صوت الناس. أما إذا كتبنا اسمه على السوشيال ميديا فالأكيد منلاقيه ترند. ريكاردو شدياء، أهلا وسهلا اهلا فيك. وسهلا فيكي. عم تضحك، عارف رايح ترند ايه مؤخرا. لانه اليوم شو ما عملنا تكوني عم تعملي شغلك بطريقه كتير عاديه، فجاه بتلاقي حدا استغل شيء معين صغير حوله لقصص كبيره. اول شيء انا كتير سعيده بوجودك لانك أنا من اهل البيت ومن اهل الدومين ومن اهل لابتوكس اهم شيء، وانا كتير مبسوط بالفاز اللي عم تتطوريها بالاعلام. يعني صراحه انت من الناس اللي انا كتير بفتخر فيها، وانا كمان بنفتخر فيك. بس هلا قبل ما نبلش حديثنا ودردشتنا، قهوه يلا تقيله ولا خفيفه؟ خفيفه. يلا خفيفه. هيدي قهوه نجار لحتى نكون خفيفين عليكي بالحلقه، خفيفين على الناس. هذا المهم. لا بس انا اسئلتي ثقيله رح تكون. يلا انا جاهز. ريكاردو، انا عرفت عليك مثل ما انا بشوفك من برات تي في، لو ما بعرفك شخصيا، ومثل ما الناس بتشوفك. بس مين هو ريكاردو شدياء؟ انت كيف تعرف عن حالك؟ ريكاردو شدياء، خليني اخذ القهوه. بدك تدق لنا اياها. بس ثانك يو. يلا خلينا نبلش. ذوقك غير شكل. يلا، مين ريكاردو شدياء؟ ريكاردو شدياء شاب بيعتبر حاله عصامة، عمل حاله بحاله. اوكي. عمل اسمه لحاله، عمل البي ار تبعه لحاله، عمل معارفه لحاله، فات بكتير مؤسسات، قدر اثبت حاله بقوته، بشجاعته الخاصة. أوكي. بشخصيته اللي ممكن كتار بيتفقوا معه ولكن كتار كمان بينفروا منها. بس بينه وبين حاله ريكاردو مرتاح، متصالح ريكاردو مع حالك؟ مؤمن بربه ومتصالح مع حاله. يعني أهم شيء أنا عندي شغلتين بالحياة. أول شيء تكوني مؤمنة وراضية ربك، وشغلتين هني شغلتين. الثانية بدك تكوني أنت عايشة بالبيس اللي أنت بدك إياه. طيب وصلت لهيدا البيس؟ مبسوط اليوم بحياتك؟ الحمد لله، نشكر الله. إنه لو ما كنت عايش ببيس ما كنت عم بعمل كل شيء عم بعمله هلا. طيب ريكاردو، إذا هيك بريسيرش سريعة، مجرد ما كتبت اسمك بينبون الحوار معك. ايه يعني. بينبون. بس أنا مجرد لأنه عندي أول شيء أسئلة كتيرة وبدي أستفيد من الوقت معك. الدكتور سمير جعجع وصفك بالسائل. ستريدا جعجع النائب قالت مبوشة على المنطقة على السوشيال ميديا هاليومين، خاين. أي هيك صفة أزعجتك أكتر؟ كلهم مع بعضهم. لا كلهم مع بعضهم بختارهم. كلهم بتختارهم؟ مش زعجوني. تختار السائل حلوة هيدا أكيد. لأنه من الدكتور تختارها؟ ما في حدا هلا. أول شيء لأنه من الدكتور جعجع بختارها، لأنه الدكتور سمير جعجع بيعرف لمين يقول سائل وبيعرف لمين يقول مهضوم. هي واحد. واثنين، لأنه إذا ما كنت كل هول بمراحل من مراحل شغلك، بكل مرحلة من مراحل شغلك ما بتكوني عم بتأدي واجباتك صح. يعني بالانتخابات لما تكوني على الأرض وتكوني من دفعة بدك تجيبي جواب من رئيس حزب، من نائب، من رئيس ليستا، من كذا، ويقدر هيدا الجواب يعمل ضجة مش منك انت، من اللي سألتيه. هيدا ضربة حلوة يعتبر للصحافة، هيدا سكوب يعتبر للصحافة. لما قلتي لي المبوشة والسائل، أنا عم بحطهم بنفس الإطار لأنه دكتور سمير وستريدا جعجع خائن. هيدا غير موضوع. خائن إجا يعني امبارح أنت عم تجيبي لي سيرة الصورة مع أورتيغوس. صح. كنا فايتين. أورتيغوس عم تضحك لك كتير وهيك مبسوطة بوجودك. أنت عندك كونكشن أو بتحكي أنت وياها خارج المهنة؟ خليني خبرك. فتنا على غرفة الصحافة بالقصر الجمهوري، وفات الوفد الأمريكي، السناترز فاتوا، وكانت هي الرابعة مورغان أورتيغوس، ومن بعدها توم براك. فاتت مورغان أورتيغوس، صارت توزع ابتسامات على الجميع وكذا. هلا أنا لفتتني إنه صارت كل شوي كمان تطلع وتبتسم، أخذت التليفون وصورت، حطيتها على دغري جاست ناو، حطيتها على كل صفحاتي على السوشيال ميديا، وكتبت معها انه سيلفي وابتسامه من مورغان أورتيغوس خلفي. اوكي. مع غمزه. كله كان طبيعي. حطيت التليفون بجيبتي. بعد 5 دقائق بيطلع توم براك. اوكي. وبيقول عباره الانيماليستيك الشهيره، ومن بعدها هون تخرب الدنيا.
خربت الدنيا، يعني ربطوا انه يا ريكاردو انت يا بلا شرف يا بلا كرامه يا خاين يا كذا، انه انت بدل ما تطلع وتعترض على الانيماليستيك والطريقه اللي حكيكم فيها توم براك، نزلت فيديو انت طالع عم بتحط الصوره. طب ليه ما محيتها وهيدي الصوره ايه ليه ما محيتها؟ ما زي هي استفاد زيد جمهور. اكيد ما بمحيها. اكيد اول شيء لانه هيدي انحطت مع مورغان اورتيغس وما خصوا توم براك فيها. هي واحد. واثنين، انا ضد ان جنرال، عقلي هيك مركب، انا ضد انه اخضع لتوجه مش مقتنع فيه. ليه ضجة الرأي العام الغلط انا بعتبرها اللي في حدا في غرفة معينة او في حدا عنده مشكلة معينة معك هو خلقها تيستهد فيك، بتقومي انت بتخضعي له وبتمشي بالمسار اللي هو بده اياه. في شخص برايك ورا هيدا الهجوم اللي صار عليك؟ ايه اكيد شخص. اكيد مين؟ لانه الهجوم ما كان عادي. مين بتقول معقول يكون؟ ما بدي زملاء بالمهنه او من خارج المهنه اعطي هويه. لا مش ما بتصور مفروض يكون زميل بالمهنه. ما بتصور، بس كم الكومنتس اللي اجا مش جاي عند حدا مقصود. اوكي، يعني حتى صاروا يستعملوا الاي اي لحتى يركبوا فيديوز علي، يعني رقصوا يعني. شفناهم. طيب، من هالصفات 3 بدي اروح شوي على مسيرتك بالجديد. انت اليوم عمرك 29 سنه، رح يصيروا 30، فمسيره يعني العمر 30. وانت كمان وانا كمان. انا عيدك من يومين مجيالين ونفس البرج هلا اكتشفنا اثنيناتنا برج العذراء. صح. ريكاردو انت يمكن بالاول انا ب 26 اب. ايه انت ب 26 اب، انا 22 ايلول، يعني اخر نهار من شهر الفرق. طيب ريكاردو، هيدي المسيره لهالقد عمر صغير يعتبر مسيره كبيره، بس اليوم محل ما وصل ريكاردو انا بسمع بالاوساط لانه مش بعيد عن الاوساط وعنا اكيد زملاء واصحاب من الجديد. ريكاردو مش اخذ حقه، في غيره ايام بتصير في مناسبات بيختاروا اسماء تانية صبايا او شباب حتى هن يحلوا كمقدمين. ليش ريكاردو مش اخذ حقه من الجديد؟ ليش في هذا الاعتراض؟ يمكن اللي خبرك هو معتبر انه ريكاردو مش اخذ حقه. ريكاردو عم يعمل قصص غيره ما عم بيقدر يعملها. بودكاست يعني بودكاست وغير بودكاست. بودكاست تفصيل بالنسبه لغير قصص. اللي قال لك هيك يمكن بيشوف ريكاردو بهالنظره، بس انا نظره ايجابيه. انا مش شايف حالي هيك. انا شايف انه اللي انا عم بعمله غيري ما عم يقدر يعمله. شو عم تعمل؟ غيري عم يسعى يعمله ما عم يقدر يعمله. فبتصير الامور هيك انه بيقولوا لك انه مش اخذ حقه. انا بالنسبه لإلي انا حقي انا باخده بشغلي، انا باخده. المعلومه اللي انا بجيبها انا بصنع حقي فيها. الحلقه القويه اللي انا بعملها والضجه اللي ناتجه عن هيدي الحلقه انا بصنع حقي فيها. المطرح اللي انا بكون موجود فيه واللي غيري ما بيقدر يكون موجود فيه كمان انا بصنع حقي فيها. البي ار اللي انا بفتحه واللي غيري يمكن ما بيقدر او بيقدر يفتحه كمان انا باخد وبنتزع حقي فيه. يعني ما حدا بير، لو انت بتعرفي كمان اكثر مني، يعني صار لك سنوات بالمهنه، ما حدا بيعطيكي شيء، ما حدا رح يجي يعطيكي شيء. يعني اخذ حقه، ما حدا بيعطيكي حق. اذا ما اخذت هذا الحق تحت سقف المؤسسه رح تاخذيه برا بالرأي العام. الرأي العام رح يعطيكي هذا الحق. انت اخذته تحت سقف المؤسسه؟ انا بعتبر حالي اخذ حقي وكله تمام وحبة مسك. ايه. طيب، فات ريكاردو على الجديد من رأي آخر بيختلف عن رأي القناة اللي دايما بنشوفه بالنشرات الإخبارية وواضح. وكأنه ما بعرف ريكاردو عم بقول انتصرنا بالرأي السياسي اللي أنا هيك بحمله معي. وفي ناس اعترضت ليش في شاب رأيه هيك ما بدي أقول عنك من القوات اللبنانية، بدي أقول حامل راية القوات اللبنانية بده يطلع على هوا الجديد. هلا اللي عم بيحكي هيدا الحكي هلا مش اكيد انت سامعه هيك حامل رايات حامل رايات وبيبدل كل يوم رايه. نهار رايه هون نهار رايه هون حسب مصلحته. من وقتها انا ما خلقت انا هويتي معروفه. انا انسان يميني. بامريكا بفرنسا بكل العالم في توجه يمين وفي توجه يسار. انت هلا اذا بسالك بتقولي لي انا يا يميني يا انا بميل للافكار اليمينيه. هلا انا ما رح اقول لك يا بميل للافكار اليساريه. هلا انا بعرف انت لشو بتميل. اوكي. وفي كتير احزاب بتمثل يا اليمين يا اليسار. هلا اليوم بلبنان هون ما في فكر يمين وفكر يسار، لانه المصلحه تطغى والظرف السياسي يطغى كله بيشتغل على القطعه. لانه ريكاردو انسان عنده قناعات معينه اخدينه حاطينه بفرد
زاوية، في مين بده يجي يحطه بفرد زاوية لحتى يلونه، لحتى يقطع عنه كل الفرص اللي ممكن تجي من خارج هيدا الإطار. ريكاردو قوات لبنانية، إنه صحافي عم بيكون بكل المقرات، عم بيروح على كل التغطيات، عم يستضيف كل شيء، في أنواع سياسيين من الصف الأول والثاني والثالث بيجي بيقولوا عنه قوات لبنانية. هيدا هدفهم هن هدفهم الأذى، مع إنه القوات اللبنانية من أكثر الأحزاب اللي بتحترم هيدا الشيء. القوات اللبنانية، حزب الكتائب، حركة أمل، التيار الوطني الحر، الحزب الاشتراكي، عندي علاقات مع الكل. وحزب هن عم بيقولوا القوات اللبنانية لأنه أول شيء بيربطوا عائلتي بالقوات اللبنانية، وهيدا شرف لإلي. أنا منتمي لبيت معروف التوجه، يميني مسيحي معروف، مناصر للجبهة اللبنانية تاريخيا، يعني منه شيء عيب ولا شيء في واحد يستحي فيه. طيب. وما لازم يستحي فيه أصلا. حاربت بغير هيك، يعني غير صار في محاربة من داخل الجديد، حرمت يمكن من شيء معين، يمكن تطلع بالنشرة ما بعرف، لأنك لا ما حدا قدر حرمني من ابن عائلة لا بالعكس، هيدا طيب. إضافة لإلي، مميز، هيدا إضافة لإلي. إذا عم تحكي بالعائلة، قصة العائلة إضافة، مش عم بحكي كعائلة، عم بحكي توجه العائلة السياسي. لا ما حدا طيب. قدر حرمني بيرلا من شيء، لأنه أنا ما بيجي صوب صحن حدا، وما حد، أنا مش سامح لحدا يجي صوب صحني، ما حدا عم يقدر طيب. يجي صوب صحني يعني، واللي بده شيء من صحني أنا بعطيه يعني. واو يا ريت الكل بيعطي بهالدومين، انا بعطيه، هيدي مشكله. كل طيب. واحد عنده صحن، اللي بده يجي ياكل من صحن انا بقول له تعال بحط لك بصحن. حكيت عن علاقاتك مع الاحزاب، سميتهم كلهم تقريبا الا حزب الله، عندك علاقات جيده مع نواب الحزب؟ اكيد علاقات اجتماعيه، اكيد ما انا ما عندي مصادر حتى مهنيه اكثر عندي. انا كل النواب بتواصل معهم، كل القياديين بتواصل معهم. بالحرب الاسرائيليه في كتار النواب ان كان بحزب الله وحركه امل حكيونا وتضامنوا معنا. يعني طيب. يعني ما في هيدا الخط الاحمر اللي راسمينه البعض، او اللي عم بيحاول يرسموا البعض لحتى يعمل لك كادراج انه انت هون وبس، وخارج هيدا الكادر ريكاردو مش موجود. لا، ريكاردو موجود خارج هيدا الكادر واوسع من كتار بالدومين. طيب ريكاردو، بدي اطلع شوي، رح نرجع على الشغل والمهنه، بس الناس دايما بتحب تعرف عن علاقات الزملاء بين بعضهم، تحديدا هالجيل الجديد يلي تقريبا من 2019 انا وحده منهم، مع الثوره بلشنا نبرز لليوم بعد في اسماء جديده. الله يخليك. طيب رح اعطيك اسماء هن زملاء لك بالجديد، بدي تحطهم او تحت اطار المنافسه، انه انت في منافسه بينك وبينهم، الزماله، الصداقه او التلمذه. منافسة، زمالة، صداقة، تلمذة. منافسة، زمالة، صداقة وتلمذة. يلا مريم البسام. مريم البسام أستاذة، يعني أنت تلمذت، فينا نقول أستاذة بالإعلام اللبناني. يعني إذا بدك تعد اليوم 4 إلى 5 من كبار الإعلام بلبنان على المستوى المهني، عم بحكي مش على المستوى السياسي، على المستوى المهني، خرجت نجوم. يعني بتعتبر تلمذة العلاقة معه أنت كأن تلميذ لها. وبعدين يعني اذا بدك تراكمات بالشغل، صرت واحد من اولادها لمريم بسام، اللي هي اذا بدك تتخطى الصداقه، عملت هيدا شاركت بشكل اساسي بانه تعمل هيدا الاسم. طيب محمد فرحات. زميل وصديق. زميل وصديق، اوكي. سالي بومرعي. صديقه واخت. الله يوفقها بالمشوار الجديد، مشوارها الجديد، بنوجه لها تحيه. جورج صليبي. استاذ وصديق. ما عم تكتفي بصفة واحدة. جاسانت عنتر. زميلة وصديقة. مين الأقرب لريكاردو بين هالأسماء؟ بعد في عندي جوزيفين ديب. جوزيفين ديب في عندها هيك شقفة من قلبي، لأنه أنا وجوزيفين كتير بنتشارك بكتير أمور. بفهم على عقلها وبتفهم على عقلي، وأنا يمكن ما بقبل نصايح من كتار، بس من أخوة ومن حرص جوزيفين بقبل النصايح منها. ليش ما بتقبل نصائح؟ هيدا شيء واضح على كاركتيرك. لانه لا، بقبل نصايح من اللي بحق له اول شيء يعطي نصيحه، ومن اللي حريص علي. هلا انت بيرلا رح اسالك هلا، انت بالنسبه لي كل العالم حريص عليك؟ ابدا، انا باخذ نصيحه اذا مش كتير عجبتني بتضلها طالعه يعني. عظيم لكن انت ما بتسمحي لحدا يعطيكي نصيحه. طيب. ريكاردو بدي ردك ل2.5 سنين لورا، اول مره هيك فت على مبنى الجديد، كيف دخل ريكاردو على الجديد؟
اي واسطه اشتغلت بوقتها؟ ما اشتغلت ولا واسطه. اوكي. هو يعني انت صرت تعرفي اكثر مني اكيد انه اللي بفوت بواسطه اذا اول جمعه جمعتين المؤسسه ما حكت في انه قوي او في افونتاج وطاقه غير عن غيره ما بيقلع. كيف فتت يعني بيصير بضر المؤسسه وبس المؤسسه تحس انه هيدا الشخص ما عم بيقدم لي شيء، هي بتتخلى عنه بطريقه ناعمه، بطريقه شوي. 2.5 سنين انت بعيد. ايه نشكر الله يعني صاروا اكثر شوي من 2.5 سنين. كيف فتت على الجديد؟ فتت شاب بلش بالكتابه بالام تي في، بعدين كتبت بكذا موقع وعملت برنامج خاص فيه اسمه غرفه رقم 1. كنت عم بستضيف فيه كذا شخصيه من اعلاميين، دبلوماسيين، سياسيين. اشتغلت كذا مطرح الى حين هيدا الضجه اللي قدرت اعملها نشكر الله. يعني اذا بدك الهويه اوكي اللي قدرت صنعتها لحد هلا عطيتني فرصه كارما خياط مشكوره واللي بوجه لها الف تحيه انه ترجمها على شاشه الجديد. ومنا هينه، وهيدي الفرصه مسؤوليه كتير كبيره. لانه لما حدا مثل كارما خياط يجي يعطيكي هيدي الفرصه ويمنحك هيدي المسؤوليه، هيدي بتصير امانه كتير كبيره على شاشه تعتبر مدرسه مثل قناه الجديد. يوم قناه الجديد الاجيال اللي خرجتها بالاعلام راحوا امتدوا بكل الاعلام العربي اليوم، بالسكاي نيوز، بالعربيه، توزعوا على كل الشاشات اللبنانيه كمان وتطوروا. في منهم فتحوا اكاديميات لهم، في منهم غيروا مسار، وفي منهم صار عندهم تلفزيونات خاصه فيهم. فرحنا على البودكاست انه هيدا البودكاست بيكون هو جزء من الهويه الاساسيه بالمحطه. طيب من البودكاست في تخطيط، لأنه بدي وقف شوي على تخطيطك على الأرض، لأنه الناس عرفتك أكتر وحبتك وهيك في علاقة صار بينك وبين العالم، لأنه غطيت على الأرض بالحرب، غطيت بالسلم، غطيت بالأزمات، غطيت كتير. شو التغطية اللي ما بتنسيها سلبا؟ يعني يمكن أنت غلطت فيها، يمكن هيدي اللي ما بنسيها دغري بتجي على راسي. من الأوائل هي آخر ليلة قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار. أوكي. آخر ليلة وقت انطلب مني من إدارة الجديد إنه بدك تنزل على شوارع بيروت وبدك تنقل، لأنه كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عم بيهدد إنه بده يقصف كذا منطقة بقلب بيروت، صح، داخل بيروت العاصمة. انطلب مني إنه أعمل جولة مع المصور، وبوقتها بيهدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مطرح بالحمرة. فمنروح لهونيك عن بعد حوالي 300 متر، وقفنا لهونيك عن بعد 300 متر من المطرح المستهدف، بناية المستهدف. صرنا نطلع لايف. هونيك كان في حالة من الهلع، على شو بدي اقول لك، يعني على توتر، على حالة ما بتنوصف. الناس كلها نزلت من بناياتها على الأرض، والناس رايحه جايه، شي يفوت بالحيط، شي يسالك انت اسئله انت ما بتعرف تجاوب عليها، يعني باعتبار انك انت صحافي عندك الاجوبه. مزبوط. فبوقتها على الهوا نحن بدنا نضل فاتحين هوا لحتى ننقل الصوره، ما بدنا نغيب. بين انه بدك تبيني الواقع مزبوط على الارض، وبين انه ما بدك تخوف الناس اللي حواليك وتنقل الصوره بمسؤوليه. هون هي مسؤوليه كتير كبيره. هيدي بتحطك قدام شعورين، اوكي، قدام واقعين. عرفتي انه بدك تعمل شغلك بطريقه مهنيه من هون، وبدك ما تحسس الناس بالخوف، وبدك تحمي حالك فوق هيدا. هيدي نسيناها. هاي موضوع انك تحمي حالك خلص، نسيتها كل الحرب. يعني حتى اوعى الصبح ما فكر انه بدي احمي حالي، كيف بدي احمي حالي وكذا. اوقات ننسى الطاسه. أوف. يعني اوقات الكاميرامان هو يذكرني انه يشلحتها هيدي رجع البسها وكذا، والدرع والطاسه انا اصلا ما كنت حاطط براسي، كنت اقول بيني وبين حالي على طول انه اذا اجت حرب انا ماني الشخص المناسب انه غطي الحرب. اوف. ايه يعني كان عندك خوف؟ بتقول انا من الناس اللي بتخاف؟ لا ما كان مساري وتوجهي كون صحافي حربي. وتوجهي انه كون ايه 100%. اوكي. بس اجت هيدي الحرب فرضت عليك امر واقع.
هيدا الامر الواقع صب لمصلحتي مهنيا، فرجة الوجه الثاني المهني، فرجة الشجاعة الصحفية اللي لازم تتحلي فيها. ونشكر الله طلعنا منها عايشين يعني. طيب ريكاردو، اليوم بين هيد الأحداث كلها اللي غطيتها، إذا بدي هيك نقول بتفضل يسموك صحفي مقرات، صحفي ميداني على الأرض من الشوارع، صحفي مش حلوين، اثنيناتهم مش حلوين. شو بتفضل؟ مراسل تكفيك كلمة مراسل؟ أول شيء مراسل هي بتشمل كل شيء. لما تقولي مراسل يعني أنت عندك الاستعداد تراسل وين ما كان. بس أنت وين يتحرك الهوية أكتر؟ اللي أنا نقيتها هي الهوية السياسية، تغطية مقرات سياسية يعني عم نحكي. لا مش بس تشمل مقرات، تشمل مقرات، بس انت بهمك تكون موجود بالمقرات. مراسل كمان بده يكون عنده القدره على انه يحاور. صحيح. اي سؤال مناسب يسال للشخص المناسب، الشخصيه المناسبه. انه في كتار اليوم من المراسلين اذا بدك الصاعدين اللي بعدهم هلا طالعين بعد ما عندهم هيدا القدره والكفاءه انه يسالوا السؤال المناسب للشخصيه المناسبه. من هيك عم نشوف نوع من اوقات فيها زليه بالاسئله. ايه فيها زليه بالاسئله. طيب. مش طبيعيه. تزعل لما الجديد تسمي مراسل تاني او مراسله على المقرات مش ريكاردو تكون انت على الدوام؟ لا. اذا في جلسه حكوميه أبداً. اذا في لا لانه الشيء بيصير بالمداوره. ونحن اصلا بالجديد عددنا قليل. يعني لابد انه يجي اسمك. يعني ايه يعني ما اجى هلا بده يجي بكره، وما اجى بكره عند غيري. هلا ما بدك تسالي غيري اذا بيزعل اذا انا بروح محله. مش كيف مش المنافسه عم بتصير مع الجيل الجديد ريكاردو؟ انا بعرف انه عندك اصدقاء من الجيل الجديد من خارج مؤسسه الجديد ومحمليني اصلا سلامات الصبايا. بس من قلب الجديد كيف صداقاتك مع الجيل الجديد؟ كله تمام، كلهم منيح، كلهم اصحاب وكلهم زملاء. ونحن يعني ما حدا باله بالتاني، لانه كلنا بالنا بحالنا. كل واحد باله بالمعلومه اللي بده يجيبها، باله بالتطوره، لانه نحن جيل جديد بالنتيجه. يعني اللي بلش من 10 سنين، اللي بلش من 10 سنين لهلا، هيدا كله يعتبر جيل جديد. بتساعدوا حتى اكثر شوي من 10 سنين. بنساعد بعضنا بالمعلومات. انا من جهتي انا بساعد الكل. انت من مين اكثر شيء بتطلب مساعده اذا احتجت؟ صراحه بطلب من ناس اكبر مني واخبر مني وافهم مني. مش ناس مثلي يعني بجيلي. يعني اذا احتجت نصيحه او اذا احتجت رقم تلجأ لجوزفين او اذا احتج من الناس اللي بلجأ لها. طيب مين بينافسك من الناس اليوم؟ اللي بلجأ لها شكلهم كتار. مين بينافسك اليوم؟ مش ضروري بس من الجديد، لانه الشباب انتوا جيل الشباب كتار. يعني في انت محمد فرحان، انت رح تفهميني، توني مراد البيسي، جو فرشة، رح تفهميني بالشيء اللي رح اقوله. الزملاء هلا اللي عم بيسمعونا كمان رح يفهموني. انا نجحت نشكر الله انه افتح اوتوستراد ماشي انا بس عليه. نشكر الله. يعني ما مني لا عم بقلد حدا ولا حدا بيقدر يقلدني ولا حدا يمكن بده يقلدني ولا حدا. يعني انا ماني شايف حدا بالوسط الاعلامي يقلد او لازم قلده. هيك عالي. لا 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 لا, لا. هيدا الطموح بالحياه. انه انت انت اليوم بيرلا نجار، انت ما عندك اقصى طموح انه انت تكوني the one and only بيرلا نجار؟ لا الي انا I am the one and only. شفتي كيف؟ ها طيب ريكاردو، هيدا انتبه، هيدا مش غرور. هو غرور. هيدا مش غرور ابدا. غرور بشري. هيدا طموح. رؤساء دول بالعالم عم يطلعوا يحكوها بكل هيك صراحه وبكل عفويه. بعد الجديد لوين؟ هلا حاليا بالجديد ومطرح ما الله بده ياخذني ما بعرف. لانه انا ممكن تروح على قناه لبنانيه ولا بتتوجه عربيا؟ في شغله انه في كتير قصص انا بحياتي ما كنت انا مخطط لها. يعني ربنا السلام على اسمه هو حطني بمسار انا يعني يصير قصص فجأة تصير فجأة هيك تصير ما امشي فيها. قلت خلص اذا ربنا بده هيك روح فيها. البودكاست على الجديد ما كنت مخطط له. لحاله. وعندك برنامج السلاح الجديد كمان اللي كنا بفترة الحرب كانت فقرة هي كمان عطاك فرصة انه انت تحاور سياسيين على التي في. عم بحكي بعيدا عن البودكاست. صح. طيب ممكن تكون الخطوة التالية بقناة محلية أم لا بتفضل توجه يكون عربيا؟ هذا شيء ما بيتخبى. بنعرف أنه اليوم بلبنان الوسط الإعلامي حالته المادية منا جيدة جدا. المادية تعيسة منا جيدة. والأوبورتونيتيز صارت عم تنعطى كتير لمين ما كان. يعني مين ما كان فات على الوسط الإعلامي شوي عيونه حلوين ومرتب وكذا. عند الصبايا أكتر. عند الصبايا. هي الحقيقة.
مين ما كان فات عم ينعطى اوبورتونيتي. هيدي ما بحياتها كانت تصير. يعني اذا نطلع على الجيل القديم بالقنوات التلفزيونيه الاساسيه، اذا بدنا نحكي MTV LBC جديد MBN، هي ما بحياتها كانت تصير. اليوم صار هامش المنافسه غير مستحق، يعني لبرا غير مستحق. نمط واداره الاعلام العربي لغرف الاخبار اكيد تختلف. بتشبهني اكثر. اوكي خلص اعطيني الجواب من الاخر. لبرا اكيد الاعلام العربي نمط واداره، يعني والنمط الحديث هلا يعني عم بيواكبوا AI وعم بيواكبوا التكنولوجيا اسرع بكتير من هون. نحن بعد يمكن دوره اذا بدك تنعمل بالاعلام اللبناني للAI، ما حدا بعد عم بيعطيها اهميه. يعني الAI اليوم سيطرت على البشر، سيطرت على الاعلام. يعني اليوم بيكتب لك موضوعك شي مره الAI؟ ولا مره بحياتي، ولا مره. ولا اعطيني فكره، اعطيني فكره مقدمه، فكره خاتمه. لا لانه بعتبره روبو. بعتبره روبو كبي له شيء بده يعطيك شيء دغري. لا يعني طريقته ثابته وتقليديه. انا عندي طرق يعني فيك تكوني كرييتيف اكثر ويطلع منك شيء اقوى منه. اكيد ريكاردو انا بدي اتشكرك على الحلقه. قطع الوقت انا بدي اشكرك وقطعنا الوقت بكتير. قد صار لنا قاعدين؟ صار لنا اكثر من ثلث ساعه 25 دقيقه يمكن. بدي اتشكرك، يا ريت طالت اكثر ويا ريت. وحديثنا هيك كان على فنجان قهوه. اكيد بعد الهوا بدنا نكفيه انا وياك، وبدي اتمنى لك التوفيق لان انت من الشباب اللبنانيه اللي انا واكيد بهالدومين كتار بيفتخروا فيك، وانت من الصبايا اللي انا برفع راسي فيهم. وانا يمكن اذا بدي اعد 3-4 من الصف الاول بالنيو جنريشن او الواعدين اذا بدك بالبنات، انت وحده منهم. ثانك يو ريكاردو، والله يوفقك. ثانك يو، الله يوفقك ويفتح لك مجالات اعلى واعلى واعلى كمان، يمكن مرات لبنان ومش بس بلبنان ان شاء الله. بشكرك، ميرسي. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقه كوفي توك. نحن مكفيين فنجان القهوه. باي باي.